هل يمكن أن يهزم قميص منتخب كامل؟ وهل ما زال شبح مارادونا يطارد إنجلترا بعد 40 عام؟ قد يبدو السؤال غريب، لكن هو ده الحديث اللي بيشغل حاليا الصحف والجماهير قبل المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإنجلترا يوم الأربعاء القادم في نصف نهائي كأس العالم. للوهلة الأولى قد يعتقد البعض أن الأمر مجرد اختيار لون مختلف، لكن بالنسبة للأرجنتينيين القميص ده بيحمل قيمة معنوية هائلة. القميص ده ارتداه مارادونا في ربع نهائي كأس العالم سنة 1986 أمام إنجلترا، عندما قدم واحدة من أشهر المباريات في تاريخ كرة القدم. في اليوم ده سجل مارادونا هدف أثار جدل عالمي، وبعدها بدقائق حقق هدف آخر وصفه الاتحاد الدولي لكرة القدم لاحقا بأنه هدف القرن، بعد أن راوغ عدد من لاعبي إنجلترا قبل أن يهز الشباك. الاتحاد الأرجنتيني تقدم بطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل ارتداء القميص الأزرق في المباراة القادمة يوم الأربعاء، وفعلا هيخوض المباراة بهذا القميص. ده بالنسبة عشان ده ترتيبات لوائح البطولة بأنه يعني ضيف. الحقيقة بقى صحيفة ذا صن الإنجليزية اعتبرت أن الأرجنتين بتحاول استدعاء ذكريات مارادونا والضغط نفسيا على منتخب إنجلترا. أما صحيفة ديلي ميل فقالت أن الأمر يعني خرافات كروية بيعشقها الأرجنتينيون، مؤكدة أن لاعبي إنجلترا حاليين تركيزهم ينصب بالكامل على حجز بطاقة التأهل إلى النهائي. في المقابل يعني تقارير أخرى أكدت أن ارتداء القميص الأزرق لا يمثل أي مشكلة تنظيمية. الحقيقة بقى أن السؤال الأهم يبقى: هل القميص يصنع فارق؟ الإجابة المنطقية لا، المباريات بتحسم بالأداء داخل الملعب وليس بلون القميص، ومع ذلك تبقى كرة القدم لعبة مختلفة فيها مساحة كبيرة للمشاعر والثقة والرموز. مهما كانت النتيجة فإن المؤكد أن هذه المباراة لن تكون مجرد لقاء في نصف نهائي كأس العالم، بل فصل جديد من صراع تاريخي لا يتوقف، عنوانه الدائم الأرجنتين ضد إنجلترا، مباراة تتجاوز حدود كرة القدم. حبيت أقول لك على قميص مارادونا الذي أشغل الصحافة الإنجليزية.